اهلا وسهلا وصباح الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو باحسن حال واحوال وجمعه مباركه. تدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وباش تمنيتو بالرزق، واللي مريض الله يشافيه. المهم اليوم بغيت نشارك معكم روتين ديالي اشنو غادي ندير. صراحه غادي نشارك معكم غير الصباح اشنو درت فيه، واخا يعني راني درت فيه يعني بزاف ديال الشغالات، ولكن ما غاديش نشارك معكم كلشي، راكم عارفين. المهم الصباح وجدت الفطور لراجلي، فطر ومشى يخدم. نوضت عاوتاني الياس، درت له الكوتي ديالو. الياس ما كيبغيش يفطر لي في الصباح، يعني واخا كنعيا معاه واخا شنو ما ندير له ما كيفطرش، ما كيبغيش يفطر. المهم كنوضو كيكون الفطور حداه وكلشي، ولكن ما كيبغيش يفطر. صافي المهم صيفطو يقرا، مشيت خملت بيتي، جمعت شويه الدار. المهم هبط دابا باش الكوزينه باش نشارك معكم اشنو غادي ندير. المهم انايا نهار الجمعه راجلي ما كياكلش الطعام، يعني واخا الجمعه ولا بلا جمعه يعني هو ما كياكلش الطعام لحقاش كيضرو، والطبيب منعو عليه، يعني قال له ما خصكش تبقى تاكل الطعام وهذا وصافي. المهم دابا جيت نشارك معكم. غادي ندير الدجاج بالزيتون. المهم هنايا خديت الدجاج يعني، وضفت عليه واحد البصيله مشلضه، شويه ديال الزيت، الثومه، القزبر والمعدنوس، ضفت عليه شويه ديال الحامض، العطريه ديال الدجاج الا كانت متوفره عندكم، والملحه والبزار والخرقوم وسكينجبير. صافي هادشي اللي كندير فيه، قليته مزيان وخليته يطيب. المهم اليوم البنات انا قررت انني غادي ندير الغداء والعشاء دقه واحده، يعني الغداء كيطيب وغادي نصب العشاء هكا باش العشيه نتهنى، يعني ما بقاش عاد حايره مع العشاء وكلشي، لحقاش ولدي يعني كيجي مع 6 من المدرسه وكيكون جيعان، وكنفضل انني فاش يخرج يعني من المدرسه يلقى العشاء واجد، يعني يجي مع 6 ديك 6 ونص هكذاك، نحط لهم ياكلوا يتعشاو يجلسوا واحد شويه، 8 كيمشيو ينعسوا هو وخوه. يعني كنبغي نعشيهم ويرتاحوا واحد شويه وصافي. المهم هنايا غادي ندير الحريره. المهم درت كوكوط، درت فيها شويه ديال الحمص، شويه ديال العدس، شويه ديال الفل. خديت واحد البصله، درتها في الهاشوار، ضفت معها واحد 3 ديال المطيشات، سلقتهم واحد شويه، وضفت معها القزبر والمعدنوس والكرافس. صافي طحنت كلشي، ضفت عليهم شويه ديال الماء ضفتهم على ديك الحمص والعدس والفول، ضفت عليهم واحد شويه ديال الزيت صافي، ودرتهم فوق البوطه، زدت لهم واحد شويه ديال الماء درت داك الحمص يطيب. المهم هنايا ما درتش فيها اللحم صراحه، درت غير العظومه، يعني كانوا عندي هنايا العظام ودرتهم فيهم غير باش يطلقوا البنه صافي، درتها طيب. وهنايا جيت نعجن شويه ديال البطبوط، درت واحد شويه ديال الدقيق، يعني على حسب نتوما شحال بغيتو ديروا. ضفت معاه شويه ديال دقيق القمح صافي، وضفت عليه شويه ديال الخميره وشويه ديال السكر والملحه. عجنته بالماء دافي، خلطته في الاول واحد شويه وخليته يرتاح. من بعد ما ارتاح ضفت يعني عاودت عجنته، يعني عاودت دلكته مزيان وخليته يخمر. بالنسبه للحشوه عندي هنايا واحد البصله مشلضه، ضفت عليها شويه ديال الكفته، شحرتهم مزيان، ضفت عليهم شويه ديال الخيزو وشويه ديال الكروم. يعني الوليدات اللي ما كيبغيوش ياكلوا الخضره، انا ولدي ما كيبغيش ياكل لي الخضره، يعني كنحاول انني ندخلهم له هكذا في الخبز ولا في المسمن، يعني هكا ما يجيوهش باينين وكياكلهم هكا، يعني كيعجبو، ما كيعرفش هذا الشيء باش عامر وكيعجبو. صافي زدت عليهم شويه ديال القزبر والمعدنوس، شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون والخرقوم والبزار. خلطتهم مزيان وخليت ديك الخضره حتى طاحت، ضفت عليهم واحد شويه ديال الشحمه صافي. غادي نخلطها مزيان وغادي نخليها تبرد. تقدروا تضيفوا يعني اي خضره كانت عندكم، بحال الا كانت عندكم القرعه الخضراء اولا يعني الخضيره اللي كانت عندكم تضيفوها. المهم هنايا الدجاج ديالي ها هو من بعد ما صافي طاب، غادي نخليه غير يشرب شويه. الحريره من بعد ما طاب الحمص كتجي على هذا الشكل هذا، غادي نضيف عليها شويه ديال مطيشه ديال الحك كنور الا كان متوفر عندكم، ضفت عليها واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس خضر من الفوق، غادي نضيف عليها شويه ديال الكرويه والكبابه، العطريه ديال الحريره.
وفي الاول راني نسيت ما قلت لكمش، ضفت يعني مع العطريه ضفت شويه ديال العطور ديال الحريره. يعني راه كيتباعوا عند اللي كيبيعوا العشابه اللي كيبيعوا العطور، تقول لهم عطونا العطور ديال الحريره وكيعطيوهم لكم مطحونين. صافي خلطت هنايا، حيدت العظام، خديت شويه ديال الدقيق خلطته مع الماء وصافي غادي نضيفو عليها. انا الحريره البنات كتعجبني جاريه، يعني ما كنبغيش الحريره تكون قاصحه، يعني كتعجبني الحريره جاريه. المهم هنايا خلطتها جاتني شويه جاريه، غادي نضيف عليها شويه ديال الماء اللي يكون دافي وغادي نبدا نخلط تنحصل عليها يعني كيف ما بغيت. صافي غادي نضيف نخليها تغلى وغادي نضيف الشعريه. هنا انا ضفت الشعريه كانت عندي رقيقه. صافي غادي نبدا نحرك حتى كنحسب لها نص ساعه يعني كتكون طابت وصافي. صافي كنبقى كل مره نحركها هكا باش ما كتلصقليش من التحت. صافي من بعد ما كدوز نص ساعه كنطفي عليها. الغديوه ديالنا هي هذه. من بعد ما وجد الدجاج المريقه ديالو راه كتجي خاتره، درت معاه شويه ديال الفريت وصافي. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. هنايا العجينه ديالي من بعد ما ارتاحت، هنايا دهنت يديا بواحد شويه ديال الزيت، خرجت منها هذاك الهواء، خديت واحد شويه ديال دقيق القمح صافي. وغادي نبدا نكور العجينه ديالي على هذا الشكل هذا. المهم انا غادي نديرهم خبيزات اللي يكونوا صغارين، ما غاديش ندير خبيزات كبار، نحاول انني نديرهم يعني قد بعضياتهم وصافي. المهم هنايا من بعد ما كملتهم غادي نبدا نطلق غير هكا غير واحد شويه، وغادي نبدا ندير الحشوه في الوسط ونجمع. صافي غادي ندير المقله تسخن باش نبدا نطيب هكا باش كنجي نيشان مع الخبز، يعني شي كيطيب شي كنصاوبو وكنجي معاه نيشان. هنايا درت جوج مقلات هكا باش يعاونوني في الطياب باش نكمل دغيا. كنقصوا على هذا الشكل هذا. المهم انا كنبغيه يكون شويه رقيق. غادي نرش المقله بواحد شويه ديال الزيت صافي غادي نبدا نطيب. صافي وكنستمر كنكملو كامل بنفس الطريقه. المهم هنايا البنات انا راني كنطيب وولدي يعني بغى ياكل. غادي نحل معكم وحده باش نوريكم كيفاش كيجي من الداخل. راه كيجي زوين. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي، وكيجي حتى رطب، راه سخون، كيجي عامر كامل. وصافي غادي نكمل الطياب ان شاء الله وغادي نوريكم النتيجه النهائيه. وصافي هذه هي العشيوه ديالنا. الحريره كتجي على هذا الشكل هذا، راه كتجي زوينه البنات. والبطبوط حتى هو ها نتوما كيفاش كيجي رطيب وخفيف وكيجي عامر كامل. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلايكاتكم واشتراكاتكم، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم والدعم ديالكم.